مسلسل ذا ويتشر الجزء الرابع هو استكمال لقصة شخصية بيقولوا ان اسمها جيرالت اوف ريفيا من كتب ذا ويتشر، وزي ما انت اكيد شفت امبارح لما المسلسل نزل على نتفليكس، المفروض برضو حسب التقارير ان ده مستوحى من واحدة من اهم اجزاء القصة، معمودية النار. لكن شخصية جيرالت شكلا وشخصية والاهم تاريخا في المسلسل وحتى الالعاب بعيدة بشكل كبير عن جيرالت في الروايات العظيمة اللي كتبها أندري سابكاوسكي بداية من سنة 86 لحد سنة 2024. وعشان كده في الفيديو ده هنزور العالم والتاريخ اللي عمله أسطورة الذئب الأبيض الحقيقي، وهنحكي قصص تكشف لك إنك بعد 4 مواسم لسه ما تعرفش أي حاجة مهمة عن جيرالت خصوصا وعالم الويتشرز اللي لا يقل جمال وتفاصيل عن بطله. يلا بينا. من ثقافة عرفتنا على بابا ياجا، لا مش ده، ده جه شخص سماه كل النقاد تولكين البولندي، أندري سابكاوسكي. شاب كان مستعجل عشان يدخل مسابقة قصص قصيرة في مجلة اسمها فانتاستيكا، أشهر مجلة فانتازيا في بولندا، برغم إن كان حلمه إنه يبقى رجل أعمال بالمقام الأول، لكنه كان كاتب شوية قصص كده عن نفس الشخصية اللي في خياله وراكنها في الدرج. المهم سنة 90 قرر سابكاوسكي ينشر شخصيته اللي كان كاتبها في القصص اللي مركونة تحت اسم فيج مين أو السحار، بس هنتفق نقولها ذا ويتشر من هنا ورايح. هو مغيرش اي حاجه في القصه دي وقدمها وكسب بيها المركز الثالث، وكان السبب ان هو كقارئ ناهم للفانتازيا كان شايف ان هو مش بس يقدر يكتب قصه احسن من اللي بيقرا لهم، لا كمان كان شايف ان هو هيقدر يبيع القصص دي احسن منهم نظرا لخبرته في التسويق، لكن شخصيته المتصلبه دي سببت له مشاكل كتير في المستقبل. القصة نجحت نجاح رهيب ووصفها النقاد بأنها أول قصة إثارة من زمن طويل تتحرك ما بين قوة البطل ومشاعره وتأثر وتأثير المحيطين بيه، وإزاي البشر ممكن يحولوا منقذهم البطل لوحش لمجرد أنه هو مختلف أو طريقته عملية أكتر من قدرتهم على التحايل عليها بمعايير أخلاقية مشوهة. لكن لو هنتكلم عن التشوه الحقيقي، تعال اما احكي لك الويتشرز اتعملوا ازاي. مبدئيا سابكاوسكي مهارته الكبرى في كتابته هي التلميح مش التوضيح، وفي حاجات كتير ما كتبهاش بنفسه لكن مرتبطة بشكل أصيل بالعالم بتاعه، زي مدارس الويتشرز، والأهم مين اللي اخترع الويتشرز. مصير جيرالت بطل النهاردة اتحدد قبل ظهوره ب200 سنة على ايد واحد من أقوى مشعوذي التاريخ اسمه ألزور. ألزور في يوم من الأيام شاف حب حياته وتلمسته الساحرة ليليانا بتموت قدام عينيه وهي بتدافع عن قافلة هاجمها سرب من جنيات البحر أو السايرنز، لكن صدمته كانت إن السحر كان غير كافي للدفاع عن البشر سواء عاديين أو سحرة، وده خلق عنده فكرة واحدة لتخليد ذكراها، وهي إزاي إني أدمج قوة الفرسان بقوة السحر، لأن ده من وجهة نظره كانت الطريقة الوحيدة اللي يقدر يعمل بيها كائن متكامل يقدر يقف على الخط الفاصل ما بين العالمين ويمنع شرهم عن بعض. ولأن كان هدفه يخلد ذكرى ليليانا، قرر إن أول ويتشر تكون بنت، نظرا لأن البنات عندهم حساسية أعلى للسحر. لكن لما رجع على القلعة بتاعته اللي شغال منها، اكتشف إن المساعدين بتوعه فشلوا في عمل أول مجموعة من الويتشرز. من بين 38 تجربة 5 بس اللي عاشوا، 4 أولاد وبنت، ودي بالنسبة له كانت مصيبة، لأن الأولاد أو الذكور بمعنى أصح حساسيتهم للسحر أقل بكتير من البنات. وكانت المصيبة الأكبر إن ملوك الشمال اللي كانوا بيدوله دعم مادي كلهم سحبوا فلوسهم لما عرفوا إن كل التجارب تقريبا ماتت، فخدهم على قلعة ملعونة اسمها قلعة مورجايج اللي كانت رسميا أول بيت أو مدرسة للويتشرز. مع الوقت وفتور الاهتمام بالموضوع، سموا الويتشرز الأوائل التجارب الفاشلة، ولما نجحوا في صناعة أول ويتشر مجهول للتاريخ سموهم زي ما قلنا السحارين أو ويتشرز، كلمة مهينة معناها الشخص اللي يقدر يستعمل السحر ولكن بشكل بدائي جدا، يعتبر طفولي لا يرقى للمستوى المطلوب، خاصة وإن هم بعد فترة اضطروا ان هم يشركوا فرسان وصيادين وخيميائيين من كل مملكة في العالم المعروف علشان يعلموا الشيء اللي صنعوه أصول الفروسية والقتال واستعمال السيوف، وكل فريق من اللي علموهم كان ليه عقليته وفلسفته المختلفة ونظرته الثابتة للعالم، سواء كان نبيل أو مخادع أو كاره للبشر أو حتى غير مهتم. الشيء الوحيد اللي كان ثابت ما بين كل المدارس دي هي مبدأ الحديد للبشر والفضة للوحوش. قبل ما نقابل جيرالت بحوالي 50 سنة على طريق مخفي عن العيون فوق جبل أزرق بيوصل لقلعة منسية
من أيام خلافات الإلف مع البشر في مملكة اسمها كيدون، مملكة ساحلية عجوزة. ظهرت على الطريق ده ساحرة متخفية ولبسها بيقول إنها درويد أو ساحرة معالجة من سحرة الغابات، وكانت بتزق قدامها عربة خشب نايم عليها طفل سنه ما يعديش 6 سنين، وجنبه غمد سيف أو غطا سيف مصنوع من جلد قديم ومهترئ. على نهاية الطريق اللي الويتشرز على مدار القرون سموه القاتل من صعوبة مداخله وخداع البصر بسبب أشجاره وتفريعاته، لحظة البنت دي راجل واقف بيمد إيده كأنه فاهم غرضها من الزيارة، وأخد منها الطفل وقفل باب الحصن وراه. الست اللي انت شفتها دي اسمها فيسنا، أم جيرالت اللي مش هيشوفها تاني إلا مرة واحدة بعد سنين طويلة وهي بتعالجه من إصابات قاتلة، وحتى ساعتها هترفض تجاوب أسئلته وهتختفي، لكن قبل ما تختفي هيقول لها إنه فضل مستنيها يوم ما سابته في كير مورهن كتير، سنين طويلة استناها بس هي مرجعتش. لما الويتشر الغامض ده أخد الطفل، أخد برضه معاه غمد السيف القديم. الغمد كان مكتوب عليه كلمة واحدة بس، كورين. بعد سنين من الموقف ده جيرالت هيعرف مين هو صاحب الغمد ده، لأن هو دايما كان بيقول إن أغلب شخصيته جاي من أبوه اللي كان فارس متبجح ومثير للمشاكل وبيرحب بالمعارك لمجرد الاستعراض، لكن مات زي ما عاش، لا شيء. أما الويتشر الغامض ده فكان اسمه فازيمير، أقدم ويتشر حي على وجه الأرض بشهادة الكل، الوحيد اللي نجا من هجوم الغوغاء والمجانين الدينيين على قلعة كير مورهن اللي راح ضحيتها كل الطلبة الموجودين والمشعوذين المسؤولين. حتى الويتشرز اللي كانوا بيعلموهم ما قدروش يقفوا قدام الهجوم الغامر لناس كارهة اختلافهم اللي عمره ما أذاهم، لكن بعد انتهاء الهجوم ما تبقاش غيره والويتشرز الصغيرين في السن اللي حاول يحميهم بحياته، أسكل ولامبرت والذئب الأبيض جيرالت اوف ريفيا. انت طبعا فاكر ان طقوس الاعشاب هي المرحلة الاخيرة في تحويل طفل ضايع لماكينة قتل وحوش، لكن الحقيقة هي مجرد مرحلة من 3. المراحل دي عرفناهم من الروايات وكل واحدة لا تقل شناعة عن اللي قبلها. أول مرحلة مر بيها جيرالت وهو تقريبا عنده 12 سنة كانت طقوس الأعشاب، تجربة هدفها إكسابهم سرعة وردود أفعال وتحمل للسموم وتقلبات الجو وصلابة جلد وعظام وعضلات بمستويات أعلى من أقوى بشري عادي مهما كان مقدار شراسته، لأن في طقوس الأعشاب اللي بيبتدوا بيها التجارب ما بيعديش من كل 10 إلا 3 بس. لكن ليه؟ من زمن بعيد والتجارب دي كانت نظريتها بسيطة جدا، تجبر الجسم على استرجاع وظائفه تحت ضغط كيميائي شديد، ويقال إنها كانت أعشاب نادرة مخلوطة بفيروسات قاتلة للبشر ومكونات سحرية تانية بتسبب حاجات كتير زي العمى والاستفراغ الدموي والتقلصات ودمور العضلات، كلها حاجات مصممة لإجبار الجسم على الوصول لأقصى درجات المقاومة وبالتالي الشفاء السريع في أي معركة، وبرضه عشان الجسم يستحمل وصفات الويتشرز علشان يعلوا أدائهم، لكن ممكن تقتل بشري عادي جدا أو تحرق جلده لو بس لمسها. تجارب الأعشاب أو طقوس الأعشاب دي بتستمر لمدة أسبوع كامل، ولأن جيرالت الأسباب مجهولة تماما جسمه قاوم الطقس ده، السحرة والخيميائيين اللي اشتغلوا عليه حولوه حرفيا لفار تجارب، لقوا ان جسمه مش بس بيقاوم، ده بيسيطر على السموم وبيحولها لمسارات تخدم كيمياء جسمه وتعزز قوته بشكل متواصل، واستعملوا عليه سموم مسحوبة من وحوش العالم المحيط بيهم لدرجة ان كل شيء كان بيميزه اتمسح، شفرته الجينية، لون شعره، حتى لون جلده، وانه يكبر في السن. طقوس الأحلام وهي المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة بيدخلها كل اللي خرجوا أحياء من طقوس الأعشاب، ولأن هدفها زي ما بنفهم من تلميحاته في الروايات إنها تدمر نفسية الويتشر الصغير من خلال تجارب تكسر قوته النفسية والعقلية من خلال هلاوس بتستمر لأيام طويلة، هدفها تجهيزهم ضد هجمات السحرة اللي ممكن يكونوا عايزين يسيطروا على عقلهم. وكتير من الويتشرز قالوا إنهم بعد التجربة دي فقدوا قدرتهم على الإحساس بالمشاعر الطبيعية زي البشر. اعتقد بقى بعد كل ده خلاص مفيش حاجة تاني تتعلمها كويتشر ايا كانت مدرستك، لكن الإجابة لا. خلينا اشرح لك. فاضل الشيء اللي بيميزك عن البشر وعلامة لعنتك اللي هتحميك لكن هتخلي الكل نظرته ليك تتغير، ميداليتك. بالمناسبة لو عايز تعرف اكتر عن مدارس الويتشرز المختلفة وقصة صعودهم ودمارهم اكتب لي مدرستك المفضلة في الكومنتات. المهم جيرالت برغم كل التجارب اللي حصلت له إلا إن اللي غيرت نظرته للعالم كانت الأخيرة، طقوس الميدالية، لأنه مرجعش منها بميداليته لوحده، رجع ب2، والتانية كانت تخص الوحيد كان وقتها بيعتبره صديقه المقرب، لأن آخر اختبار للويتشرز المتبقيين بيبقى حسب المدرسة، ولكن في العموم بيكون اختبار بيضم استعمالك لكل اللي اتعلمته وتغير في جسمك.
وبعد ما خلص كل التجارب دي ساب القلعة واتدرب على ايد الكاهنة نينيكي في معبد ميليتالي علشان يطور سيطرته على قدراته. ولما بقى ويتشر كامل قابل صديقته الصدوقة وحبيبتنا كلنا روتش، اللي هنشوف من خلال عينيها في الجزء اللي جاي مين هو جيرالت فعلا. وهنستعمل شوية معلومات من الكتاب الجديد مفرق الغربان، فما تقلقش مش هنحرق منه، هناخد مجرد معلومات عامة. اللي بنشوفه من جيرالت حاجة والحقيقة حاجة تانية خالص. جيرالت كان في بداية حياته كويتشر مؤمن جدا بدوره، شايف نفسه حامل الضعفاء وعدو للوحوش، لكن فيزيمير كان دايما بيقوله ما تلعبش لعبة الفارس، لا انت فارس ولا هم عمرهم هيشوفوك منقذ. لكن اللي جيرالت عمره ما قاله لحد هو انه كان دايما مرعوب، خايف من اول وحش هيقابله، وبيراجع خطوات مواجهة كل الوحوش اللي فيزيمير حفظها له. بس حظه الحلو او الوحش من وجهة نظري هو ان اول وحش يقابله كان بشري، راجل ضخم بيحاول يتعدى على بنت. جيرالت ما حسش بنفسه الا وهو بينقض على الراجل وبينهي حياته بضربتين بس. وهنا حصل المشهد اللي ولا حتى فيزيمير وكتبه قدروا يأهلوا جيرالت ليه. ابو البنت وبقيه عصابه الراجل اول ما شافوه بيقرب منهم ولاحظوا اختلاف لون عينيه صرخوا وجريوا، هربوا مع بعض كانهم صحاب. حتى البنت لما مشي ناحيتها وحاول ان هو يساعدها تقف، جات لها حاله هستيريه من شكله واغمى عليها من الخوف. ودي كانت اول واخر مره لزمن طويل جيرالت يسمح لنفسه يلعب دور المنقذ بدون ما يطلب منه او يدفع له ثمنه. طب عمرك كنت تعرف ان جيرالت جماعي؟ والله الكاهنة نينيكي نصحته يدرس علوم العالم علشان يفهم البشر اللي مش عارف يتواصل معاهم دول، فقرر يروح أكاديمية أوكسنفورت ويتخصص في علوم الفلك. وبالمناسبة دي نفس الأكاديمية أو الجامعة اللي واحد من أهم أساتذة الشعر فيها بقى صداعه المزمن، ياسكير أو دانديلاين. بعد الفترة دي جيرالت قرر يباشر شغله بشكل رسمي، يروح مدينة، يبص على الحيطة، يقبل عقد بفلوس كتير أو وراه قصة غريبة، يخلص، يدفعوا أقل من اللي متفقين عليه، يخوفهم، يدفعوا أكتر، وهكذا لحد ما بقى يقدر يقول إن كل وحش عدى على أي مدينة قتل منه على الأقل واحد. عشان كده كل الويتشرز التانيين لما بيقابلوه يا إما بيكرهوه يا بيخافوا منه يا معتبرينه أخوهم الكبير. بس تحذيرات فيزيمير بترجع تهاجمه كل مرة بيحاول فيها يخرج عن المسار اللي المفروض يمشي فيه ويمشي وراء آرائه الأخلاقية. غلطات اتسببت في تسميته جزار بلافيكن وابن الشيطان، أكل الجثث، كل لقب من دول ليه قصة حزينة وراه يطول شرحها، لكن دايما بيقول بعد كل مرة الشر هو الشر، صغير نص نص مفيش فرق. حجم الشر شيء نسبي وتعريف الشر دايما شيء مبهم، ولو اضطريت ان انا اختار ما بين شر والتاني افضل ان ما اختارش. اسمه بقى ده حكاية تضحك لوحدها. في الأول كان عايز يسمي نفسه جيرالت روجير إريك دو أوت بيليغارد، لأنه كان سمع إن الويتشر لازم اسم يوحي بإنه من مدينة عريقة وبالتالي يجيب له شغل كتير. لكن فيزيمير لما سمع اللي هو قاله ده قال له ما ينفعش، واختار حاجة أبسط وسهل يفتكروها. قرر إن هو يحط من ريفيا أو أوف ريفيا عشان نطقه سريع وعجبته نغمة الاسم، لحد ما بعد 37 سنة من اختياره الاسم ده تقريبا استحقوا بالفعل في معركة اسمها معركة جسر ياروجا. وقتها كانت ياروجا هي الخط الأخير الفاصل بين ممالك الشمال وما بين قوات نيلفغارد. وبالصدفة البحتة بيقابل جيش الملكة ميف ملكة ليريا وريفيا اللي لقاها محاصرة بجيشها بين النهر والقوات اللي بتهاجم، وكانوا من رد الجميل علشان أفرجت عنه هو وريجس قبلها عرض عليها يقود الهجوم ضد قوات نيلفغارد، وقد كان ونجح بالفعل هو وريجس في كسر الحصار عشان ترد له سخريته لما طلبت منه بعد الفوز ينحني قدام رعيتها وتقول له انهض أنت جيرالت من ريفيا، اسم استحقيته النهارده بشجاعتك بعد ما كنت سرقه بقالك أكتر من 20 سنة. بكده انت عرفت اساسيات عن العالم اللي عمل جيرالت، بس قصته زي ما انت عارف اكيد هتحتاج جزء تاني يمكن تالت علشان نخلصها. زي ما اتفقنا قولي في الكومنتات مدرستك المفضلة علشان اعرف انك عايز فيديو عنها. وفيديوهات جاية عن عالم الويتشر هنتكلم عن صراعات الممالك والسحر والسحرة وكراهية البشر للجن واكتر ناس بتكره جيرالت وليه، واكيد هنتكلم عن علاقات جيرالت اللي ما بتخلصش. تنساش تعمل لايك، تشير مع النيردز اللي زينا، وتعمل سبسكرايب، وهشوفك في المغامرة الجاية.